تخيل إنك رايح تقدم على وظيفة في شركة كبيرة، دخلت المقابلة أو الانترفيو وكل الأسئلة ماشية بشكل طبيعي جدا، يسألوك عن خبرتك، مهاراتك، طريقة تعاملك، يسألوك كمان عن السفر، تحمل ضغط العمل. لحد هنا كل حاجة شكلها عادي جدا، لكن فجأة الشخص اللي قدامك يسألك: تعرف تشيل سلاح؟ تعرف تضرب بالنار؟ سؤال غريب جدا. ليه غريب؟ لاني رايح اقدم على شركه، مش رايح اقدم في الجيش. لكن الاغرب ان السؤال ده كان ممكن يبقى منطقي جدا من مئات السنين، لان كان في شركه، فعلا شركه عندها جنود، عندها سفن حربيه وعندها مدافع وحصون، شركه كانت بتعمل اتفاقيات وبتخوض حروب وتسيطر على اراضي. والاغرب من ده كله انها بدات بفكره بسيطه، وهي التجاره. كل منتج في حياتنا ليه حكايه، كل حكايه بدات بمشكله، وفي كل مره البشر كانوا بيلاقوا الحل. العالم كان بيتغير. أنا خالد رمضان، ودي كان يا مكان. في أواخر القرن ال16 كان العالم بيتغير بسرعة. أوروبا كانت بتكبر والمدن كانت بتزيد، والناس بدأت تطلب منتجات كانت بتيجي من أماكن بعيدة جدا، منتجات شكلها عادي النهاردة لكن وقتها كانت تعتبر ثروة. زي إيه؟ زي الحرير والشاي والقطن، والأهم من ده كله التوابل. النهاردة أنت لو دخلت أي سوبر ماركت هتلاقي الفلفل الأسود والقرفة والقرنفل بسهولة، لكن زمان كان الموضوع مختلف تماما. التوابل كانت من أغلى المنتجات في العالم، مش لأنها مستحيل تتوفر، لكن لأن الطريق ليها كان صعب جدا، والسفن كانت بتسافر شهور وتواجه عواصف ومخاطر كبيرة في الطريق، وكل تاجر إيده كانت بتيجي على البضاعة أو بيلمس البضاعة كان بيضيف جزء من الربح على السعر لحد ما توصل أوروبا. فالتوابل بقت بتوصل أوروبا بأسعار غالية جدا جدا. ومن هنا التجار بدأوا يسألوا نفسهم سؤال: ليه دايما نفضل نشتري من وسيط؟ طب ما نروح احنا للمصدر مباشرة. الفكرة كانت بسيطة جدا، بس تنفيذها كان محتاج تخطيط ضخم وإمكانيات ضخمة، لأن رحلة واحدة للشرق كانت بتحتاج سفن قوية جدا وبحارة عندهم خبرة ورأس مال كبير، وكان من الصعب على شخص واحد إنه يتحمل كل المخاطر دي. ومن النقطة دي ظهرت فكرة جديدة: بدل ما تاجر واحد يخاطر بكل فلوسه، مجموعة من التجار أو المستثمرين يجتمعوا مع بعض، كل واحد يحط جزء من الفلوس، ولو الرحلة نجحت الارباح تتوزع على الكل، ولو فشلت الخساره تتوزع عليهم كلهم. الفكره دي في حد ذاتها غيرت شكل التجاره وقتها. وده ليه؟ لأنها سمحت بمشروعات أكبر من قدرة الأفراد لوحدهم. وفي يوم 31 ديسمبر سنة 1600 أصدرت الملكة إليزابيث الأولى ميثاقا ملكيا لتأسيس شركة جديدة اسمها شركة الهند الشرقية الإنجليزية. في البداية كانت الفكرة بسيطة: شركة عايزة تروح لأسواق الشرق تشتري بضايع بشكل مباشر وترجع تاني تبيعها في أوروبا. في الوقت ده الشركة ما كانتش بتخطط إن هي تحكم دول، ولا حتى كانت بتفكر إن هي تبني جيوش، وما كانش عندها هدف سيطرة سياسية نهائي. كانت مجرد شركة تجارية. لكن أحيانا التاريخ بياخد الأفكار الصغيرة دي لأماكن حتى أصحابها ما توقعوش إن هم هيروحوا لها. فالشركة اللي خرجت عشان بتدور على التوابل وعلى الحرير بدأت تكتشف إن التجارة مش محتاجة البضائع بس، أحيانا بتحتاج قوة عشان تحميها. ومع الوقت بدأ السؤال يتغير، ما بقاش السؤال إحنا إزاي هنشتري ونبيع، السؤال بقى إحنا إزاي هنحمي اللي عندنا، أو إحنا إزاي نحمي اللي نمتلكه. ومن هنا بدأت أول خطوة في طريق طويل، طريق هيحول شركة تجارية عادية لواحدة من أغرب القوى في التاريخ. الواضح إن خطة العمل في الأول كانت بسيطة: احنا هنروح نشتري توابل ونرجع. بس واضح ان الموضوع كبر منهم شوية. هو الحقيقة كبر خالص. ومن هنا الشركة بدأت رحلتها كتاجر. لكن التجارة وحدها ما كانتش كفاية، لان العالم في الوقت ده ما كانش مكان سهل. والسؤال اللي جاي كان اخطر سؤال في تاريخ الشركة: ايه اللي هيحصل لما التجارة تحتاج جيش؟ كنت قريت برضو في كتاب The Honorable Company للمؤلف جون كي ان شركة الهند الشرقية بدأت كشركة تجارية هدفها هو الوصول المباشر لأسواق الشرق وتحقيق الأرباح، لكنها مع توسع نشاطها لقت نفسها بتدخل تدريجي في عالم النفوذ والسياسة. في البداية كانت شركة الهند الشرقية الإنجليزية مجرد شركة تجارية عادية، سفن بتخرج من المواني وتقطع مسافات طويلة لأنها بتدور على منتجات الشرق، وبعد كده بترجع تاني محملة بالبضائع. وهدف الشركة كان واضح جدا: هنشتري بسعر قليل ونرجع نبيع بسعر أعلى، والفرق ما بين الاتنين هو سر الربح. بس في عالم التجارة الربح ما بيفضلش سر على طول. كل ما الارباح زادت كل ما زاد عدد المنافسين، وكل لما تزيد قيمة البضاعة كل ما يزيد الصراع عليها. وفي الوقت ده ما كانتش شركة الهند الشرقية الإنجليزية هي لوحدها اللي بتحلم بثروات الشرق، كان في شركات تانية من دول أوروبية مختلفة، وكل واحدة منهم عايزة نصيبها من الأسواق دي ومن نفس البضائع. وبالنسبة لهم كلهم الشرق ده كان مكان مليء بالفرص، لكن الوصول ليه مش سهل أبدا. السفن كانت بتبقى محتاجة حماية، والرحلات بتحتاج تمويل وبتاخد وقت
طويل، والبضايع محتاجة أماكن تخزين، والوجود في مكان بعيد أصلا لوحده محتاج تنظيم مستمر. وعشان كده الشركة بدأت تفكر بطريقة مختلفة، بدل ما تبقى مجرد سفن بتروح وتيجي يبقى ليهم مكان دايم هناك. وفعلا بدأت تعمل حاجة شبه المراكز التجارية، أماكن تجمع فيها البضاعة وتدير منها عملياتها. في البداية كانت مجرد مكاتب ومخازن وأماكن بسيطة لخدمة التجارة، لكن مع مرور الوقت بدأت الأماكن دي تكبر وتبقى مؤثرة أكتر. وده ليه؟ لأن وجود الشركة ما بقاش مؤقت، بل على العكس أصبح جزء من الحياة التجارية في المنطقة. وساعات كمان الشركة كانت بتاخد امتيازات من الحكام المحليين، امتيازات تسمح ليهم بالتجارة، تبني مراكز وتنظم أعمالها هناك. وهنا بدأت نقطة التحول، لأن الفرق بين التاجر العادي والقوة المؤثرة هو مقدار المساحة اللي واخدها. التاجر بيبيع ويشتري، لكن الشركة بدأت تمتلك وجود ليه مكان وليه نفوذ وليه مصالح لازم يحموها. ومع زيادة النشاط زادت الأرباح، ومع زيادة الأرباح زاد سقف طموحاتهم. فالشركة ما بقتش بس بتفكر في الرحلة اللي جاية، بدأت تفكر في المستقبل، وإنها إزاي تضمن استمرار تجارتها، وإزاي تمنع المنافسين من السيطرة، وإزاي تحافظ على الأماكن اللي هي بنتها. وهنا ظهر مفهوم الاحتكار. فشركة الهند الشرقية الإنجليزية ما بقتش عايزة تكون واحدة من الشركات اللي موجودة في شرق آسيا أو في آسيا، كانت عايزة تبقى هي الشركة الأقوى اللي بتتحكم في الطريق والأسواق والبضائع. وبالنسبة لإنجلترا وقتها كان وجود شركة قوية في الشرق بيديها نفوذ أكبر في التجارة العالمية، وخصوصا ان العالم كان داخل على مرحلة جديدة، مرحلة التجارة فيها ما بقتش بيع وشراء، لكن التجارة اصبحت جزء من قوة الدول. وهنا وفي النقطة دي بدأت الحدود تختفي بين الشركة والدولة، بين التاجر والسياسي، بين الربح والنفوذ. وبرضو جون كي كان قال في كتاب The Honorable Company ان توسع الشركة ده ما كانش نتيجة خطة واضحة للسيطرة، بل على العكس جه من اجراءات وقرارات تجارية صغيرة. كل قرار كان منطقي في وقته، لكن مجموع القرارات دي خد الشركة ونقلها في حتة تانية خالص، وخلاها تأدي دور أكبر بكتير من اللي كان مؤسسينها بيفكروا فيه. دلوقتي الشركة بقى عندها الفلوس وعندها الخبرة وعندها شبكة تجارية ضخمة جدا، لكن كان في سؤال مهم قوي: إيه اللي هيحصل لما شركة زي دي وبالحجم ده تحتاج حماية في عالم مليء بالصراعات؟ الحقيقة ان الإجابة كانت على وشك ان هي تغير التاريخ خالص، وده لأن الخطوة اللي جاية كانت أخطر خطوة. الشركة اللي عندها سفن هتبدأ تمتلك جيش. لو عايز تشوف كل حلقات كان يا مكان اشترك في القناة. في البداية شركة الهند الشرقية كانت عايزة حاجة واحدة بس، ان هي تبيع وتشتري وتحقق ارباح. لكن المشكلة ان التجارة دايما ما بتتحركش لوحدها، البضاعة دي محتاجة طريق آمن، والسفن محتاجة حماية، والمخازن عايزة اللي يقف ويدافع عنها، خصوصا في عالم كانت المنافسة فيه بين الدول شديدة جدا. في الوقت ده البحار والمحيطات ما كانتش مكان هادئ خالص، والسفن التجارية كانت بتواجه مخاطر بشكل دايم، من أهمها قراصنة في البحر، منافسين من دول تانية، وصراعات بين القوى الأوروبية. وأي خسارة لسفينة واحدة يعني ضياع ثروة كبيرة جدا. عشان كده الشركة بدأت تفكر إزاي تحمي مصالحها دي. في الأول كان الحل بسيط، وهو الاستعانة بحراس أو جنود لحماية بعض المواقع. لكن مع توسع الشركة الأمر أصبح أكبر بكتير، وده لأن الشركة ما بقاش عندها مخزن واحد أو سفينة واحدة، دي بقى عندها مراكز تجارية كتير ومصالح كتير منتشرة في مناطق بعيدة، وكل مكان كان محتاج حماية مستمرة. وهنا بدأت الفكرة تتغير، بدل ما بتعتمد على تأجير حراس أو جنود، ليه ما يبقاش عندها قواتها الخاصة؟ في البداية كان الأمر شكله منطقي جدا، شركة كبيرة عندها ممتلكات كتير فمحتاجة قوة عشان تحمي الممتلكات دي. لكن المشكلة لما القوة بتكبر بتبدأ في تغيير صاحبها. فالجيش اللي بدأ كوسيلة صد ودفاع بدأ يصبح أداة نفوذ وقوة، والشركة اللي كانت بس عايزة تحمي مصالحها وممتلكاتها بقى عندها القدرة انها تفرض شروطها. ومع مرور الوقت بدأت الشركة تبني قوة عسكرية خاصة بيها، جنود بيتم تدريبهم، ضباط بيديروا العمليات، وقواعد ومراكز عسكرية. والموضوع ما بقاش بس حماية مخازن او ممتلكات، ده اصبح دلوقتي قوة يقدروا يستخدموها في الصراعات اللي على الارض. وهنا بدأت اغرب مرحلة في تاريخ الشركة دي، وده لأن العالم كان معتاد إن الدول عندها جيوش، لكن شركة تجارية عندها جيوش دي كانت حاجة مختلفة تماما. فالشركة اللي كان هدفها الأساسي الربح بقى عندها قوة عسكرية بتستخدمها عشان تحقق ربح. وهنا ظهر سؤال مهم: هل الشركة هي اللي كان عندها جيش، ولا الجيش هو اللي خلى الشركة تتغير؟ والحقيقة إن الاتنين حصلوا مع بعض. كل ما كانت قوة الشركة بتزيد كل ما كانت بتحتاج حماية أكبر، وكل ما القوة العسكرية زادت كل ما بقت قادرة إنها
تتوسع اكتر، فالدايره بدات صغيره وبدات تكبر مع الوقت. وبيوضح ويليام دالريمبل في كتاب ذا اناركي ازاي ان شركه الهند الشرقيه بدات تتحول من مؤسسه تجاريه مهتمه بالربح لقوه سياسيه وعسكريه قادره على التاثير في مصير مناطق كامله. والتحول ده ما كانش بسبب قرار واحد، ده كان نتيجة لسنوات من التوسع والصراعات. دلوقتي الشركة بقى عندها فلوس كتير جدا وعندها جنود وجيش بيحمي مصالحها، لكن امتلاك القوة شيء واستخدام القوة شيء تاني خالص. وفي المرحلة اللي جاية هي اللحظة اللي هتكتشف فيها الشركة ان الجيش اللي هي انشأته للحماية ممكن يبقى وسيلة للحكم. برضو دالريمبل قال ان صعود شركة الهند الشرقية ما كانش مجرد نجاح تجاري، ده كان تحول تدريجي من شركة تهدف الى الربح لقوة عسكرية وسياسية ضخمة جدا فرضت نفوذها على مناطق واسعة. في المرحلة دي كان امتلاك جيش هو نقطة تحول كبيرة جدا للشركة، لان الشركة دلوقتي ما بقتش تاجر بس، وكمان ما بقتش مؤسسة بس بتحمي تجارتها، بقى عندها قوة ممكن تستخدمها، لكن القوة لوحدها ما بتصنعش حكم. فبالتالي الخطوة الأصعب كان إن هي إزاي تحول القوة دي لنفوذ. في البداية الشركة كانت بتحاول تدخل مناطق جديدة بهدف التجارة بس، تفتح مكاتب، تبني مخازن، وتعمل اتفاقيات. لكن مع مرور الوقت الظروف بدأت تتغير، وفي الهند تحديدا الظروف السياسية كانت معقدة جدا. إمبراطوريات كبيرة بدأت إن هي تضعف، حكام محليين بدأوا يتنافسوا على النفوذ، وبقى في فراغ في السلطة. فبدأت الشركة تشوف إن هنا في فرصة. في البداية كانت بتتدخل بس لحماية مصالحها، لكن كل تدخل كان بيفتح لها باب جديد لتدخل جديد، وكل تحالف كانت بتعمله كان بيديها قوة ونفوذ أكتر. وشوية بشوية بدأت الشركة إنها تلعب دور جديد، تلعب دور سياسي. ودلوقتي بقت بتعمل اتفاقيات بتدعم أطراف ضد أطراف تانيين، وبدأت تستخدم قوتها العسكرية لتحقيق أهدافها التجارية. ومن اللحظة دي الشركة بقتش تسأل إحنا إزاي هنجيب أفضل سعر، بدأت تسأل هو مين اللي معاه السلطة هنا. وفي سنة 1757 حصلت معركة مهمة جدا، وهي معركة بلاسي، واللي كانت نقطة تحول كبيرة جدا في تاريخ الشركة. ومن بعد المعركة دي زاد نفوذ الشركة في الهند بشكل ضخم جدا، وبدأت انها تسيطر على مناطق واسعة جدا، وبدأت الشركة يبقى عندها صلاحيات كبيرة جدا خصوصا في منطقة البنغال. وهنا ظهرت مفارقة غريبة جدا، الشركة اللي كانت قايمة للتجارة بقت بتحصل إيرادات من الأراضي، بقت بتدير شؤون السكان، وبقت بتأثر في القرارات السياسية. بمعنى آخر ما بقتش الشركة تروح للأسواق، بل على العكس بقت جزء من النظام اللي بيحكم الأسواق. لكن السيطرة على الأراضي ما كانتش سهلة، لأن الحكم محتاج أكتر من القوة، محتاج إدارة، محتاج نظام، ومحتاج إنه يبدأ يجمع ضرائب ويحل مشاكل. وهنا بدأت الشركة تواجه تحدي جديد، وهو إزاي هتدير منطقة ضخمة بالحجم ده، وهي في الأساس كانت شركة تجارية مش دولة. وده لأن الشركة كانت عارفة كويس إزاي تبيع وإزاي تشتري، لكن إدارة ملايين من البشر دي كانت قصة مختلفة تماما. وهنا بدأت تظهر التناقضات، الشركة اللي كانت بتدور على الأرباح قراراتها بقت بتأثر على حياة الناس، وكان كل قرار تجاري ليه أثر سياسي واجتماعي. وده خلى الشركة تدخل في مرحلة جديدة، مرحلة الشركة بقت فيها جزء من التاريخ. وبيوضح دالريمبل في كتابه إن صعود شركة الهند الشرقية ما كانش بسبب قوتها بس، لكن كمان كان بسبب الظروف المحيطة بيها، لأنها استفادت من ضعف السلطة واستخدمت المال والتحالفات والجيش لتحويل النفوذ التجاري لسيطرة سياسية. دلوقتي الشركة بقى عندها الفلوس، بقى عندها النفوذ، بقى عندها الجيش، لكن أخطر لحظة في أي قوة هي اللحظة اللي القوة دي هتصدق فيها إن هي لا يمكن أن تهزم. والسؤال اللي بقى قدامنا دلوقتي، هل تستطيع شركة خاصة إنها تهزم إمبراطورية كاملة؟ وفكرة من الأفكار الأساسية اللي دالريمبل وضحها إن شركة الهند الشرقية صعدت بسبب عدة أسباب، وهي القوة العسكرية والتحالفات وضعف السلطة القائمة، وده خلاها تتحول من مؤسسة تجارية لقوة حاكمة. وفي اللحظة دي من القصة شركة الهند الشرقية ما بقتش زي ما كانت في الأول، لكن دلوقتي بقى عندها نفوذ. في الأول كانت بتدور على الأسواق، دلوقتي بقت بتأثر في الأسواق دي. والفرق بين الاتنين كان أكبر من أي حد يتخيل، وده لأن الشركة ما بقتش شغالة بس داخل حدود التجارة، دي أصبحت تدير أراضي، تجمع ضرائب، وبتتفاوض مع الحكام، وبتحرك قوات عسكرية. وهنا ظهر السؤال الغريب، هل شركة الهند الشرقية فضلت شركة زي ما هي ولا أصبحت دولة؟ المشكلة إن الشركة امتلكت بالفعل بعض أدوات الدول، لكنها ما كانتش دولة بالمعنى التقليدي، بمعنى إنها ما كانش عندها شعب خاص بيها، ولا ليها حدود رسمية، ولا ليها عاصمة. بس كان عندها شيء أخطر، وهو القدرة على اتخاذ قرارات تؤثر في حياة الملايين. وده الحقيقة اللي خلاها واحدة من أغرب المؤسسات في التاريخ، لأن ساعتها العالم كان معتاد إن الجيوش بتتبع الملوك، لكن هنا الجيش كان تابع للشركة، والشركة نفسها كانت تابعة
تابعة لمجموعة المستثمرين أو التجار هدفهم الأساسي كان الربح. وهنا بدأت تظهر حاجات غريبة، وده لأن القرارات اللي بتحقق أرباح للشركة كان ليها تأثير كبير قوي على الناس في المناطق اللي كان الشركة ليها نفوذ فيها. فعلى سبيل المثال جمع الضرائب ما كانش مجرد رقم في حسابات الشركة، ده كان بيأثر على حياة المزارعين والتجار. والسيطرة على التجارة ما كانتش مجرد اتفاقيات، دي كانت بتحدد مين اللي يبيع ومين اللي يشتري. ومع زيادة نفوذ الشركة زادت الانتقادات، وده لأن قوة بالحجم ده ما ينفعش تتساب من غير رقابة. حتى الحكومة البريطانية نفسها بدأت تاخد بالها من المشكلة دي، لأن شركة خاصة بقى عندها نفوذ ضخم. وهنا ظهر سؤال سياسي جديد: مين يحاسب شركة عندها جيش؟ ومين هيوقف شركة أو مؤسسة بقت أقوى من دول؟ ومن اللحظة دي بدأت بريطانيا تتدخل أكتر في إدارة الشركة دي، وحطت لها قوانين للرقابة عليها، لأن نجاح الشركة التجاري عمل مشكلة جديدة، وده لأن القوة الاقتصادية لما بتكبر جدا بتتحول لقوة سياسية. والدرس ده مش خاص بس بالقرن ال18، ده لسه موجود لحد دلوقتي، لأن الشركات الكبرى مش بتأثر بس في الأسعار والسوق، لكن أحيانا بتأثر في قرارات العالم كله. وبيوضح دالريمبل في كتابه The Anarchy إن شركة الهند الشرقية ما سيطرتش على الهند بسبب التجارة بس، بالعكس كان بسبب قدرتها على استخدام المال والسياسة والقدرة العسكرية مع بعض، وده اللي خلاها حاجة فريدة جدا في تاريخ العالم. دلوقتي الشركة تقريبا بقى عندها كل حاجة: فلوس، جيوش، نفوذ. لكن التاريخ دايما بيعلمنا حاجة مهمة جدا، وهي ان اي قوة بلا حدود بتعمل نهايتها بنفسها. والسؤال الاخير في الحكاية: ازاي انتهت قصة شركة تمتلك جيش؟ حاجة كمان كان وضحها دالريمبل في الكتاب، وهي ان شركة الهند الشرقية اصبحت قوة حاكمة لانها جمعت بين التجارة والعنف السياسي والقوة العسكرية، وده اللي خلاها تتجاوز دور الشركة التقليدية. خلينا نقول ان القوى الكبيرة دايما بتبتدي بحلم صغير، وشركة الهند الشرقية فعلا بدأت بحلم بسيط، وهي انها توصل لأسواق جديدة وتحقق ارباح من التجارة. لكن مع مرور الوقت الحلم كبر اكتر من اللازم، والشركة بقى عندها نفوذ كبير وضخم، وبقى عندها جيش، أراضي، وسلطة سياسية. لكن المشكلة دايما كانت إن إدارة القوة أصعب من امتلاكها، لأن الشركة اللي عرفت إزاي تحقق أرباح ما عرفتش إزاي تدير شؤون الحكم. ومع توسع الشركة أكتر بدأت مشاكل أكتر تظهر، بقى فيه فساد داخل الإدارة، صراعات على النفوذ، وقرارات أثرت على ملايين الأشخاص. ومع الوقت الناس بدأت تسأل: هل ممكن شركة خاصة بالحجم ده تستمر؟ هل من الطبيعي إن مؤسسة تجارية يبقى عندها جيش ونفوذ؟ هل من الطبيعي إن شركة تجارية يبقى عندها قوة عسكرية وسياسية بالحجم ده؟ والحقيقة إن الأسئلة دي ما كانتش موجودة في بداية القصة، وده لأن وقت تأسيس الشركة كانت لهدف التجارة، لكن بعد سنين طويلة بقت قضية عالمية، وبقى وجودها نفسه محل نقاش. وفي سنة 1857 حصلت واحدة من أكبر نقاط التحول في تاريخ الهند تحت الحكم البريطاني، وهي الثورة الهندية أو ما يعرف بالتمرد الهندي، واللي كانت نقطة تحول كبيرة بعد الأحداث دي. والحكومة البريطانية بقت مقتنعة أكتر إن دولة ضخمة زي الهند ما ينفعش تفضل تحت حكم شركة واحدة، وحتى لو كانت شركة قوية. وفي سنة 1858 صدر قانون أنهى حكم شركة الهند الشرقية، واتنقلت إدارة الهند مباشرة إلى الحكومة البريطانية. وبالقرار ده انتهت واحدة من أغرب التجارب اللي عرفها التاريخ. شركة بدأت بتجارة التوابل وانتهت بإدارة إمبراطورية كبيرة. لكن القصة هنا ما كانتش عن شركة واحدة، القصة كانت عن شيء أكبر، عن علاقة بين التجارة والقوة. لأن التجارة دايما بتدور على طرق جديدة للنمو، لكن لما القوة الاقتصادية تكبر جدا تبدأ تأثر على القوة السياسية. بس السؤال المهم هنا مش إزاي إن الشركة قدرت إن هي تحكم، السؤال هو إزاي العالم سمح لها توصل للمرحلة دي. وهنا يجي دور أهمية القصة دي، وده لأن شركة الهند الشرقية ما كانتش مجرد حكاية قديمة، ده كان مثال على قوة التجارة وعلى المخاطر اللي ممكن تحصل لما المصالح التجارية تختلط بالسلطة السياسية. وبيوضح جون كي في كتابه The Honorable Company إن تاريخ الشركة كان مزيج ما بين الطموح التجاري والظروف السياسية، فهي ما بدأتش كمشروع للسيطرة، لكن كانت سلسلة من الفرص والقرارات والصراعات حولتها لمؤسسة مختلفة تماما عن فكرتها الأصلية. وفي النهاية شركة الهند الشرقية ما انتهتش لأنها كانت ضعيفة، بل بالعكس لأنها بقت أقوى من اللازم، وبقت أكبر من الدور اللي هي بدأت عشان بدأت كتاجر، تحولت لقوة، وبعد كده بقت حاكم. لكن لما بتتذكر في التاريخ ما بتتذكرش بس باللي كانت تمتلكه، لكن كمان بالسؤال اللي سابته وراها، وهو ايه اللي ممكن يحصل لو التجارة بقت اقوى من الحدود. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك، وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من سلسلة كان يا مكان، واشوفكم في حكاية جديدة.